أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض من جميع الظلم والجور وإسرافي على نفسي وأتوب إليك اللهم الحجة صلواتك الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمة الصنائع لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع جازي كل صانع ورائش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير اللهم إني أرغب إليك وأشهد بالربوبية لك مقرا بأنك ربي وأن إليك مردي ابتدأتني بنعمتك
قبل أن أكون شيئا مذكورا وخلقتني من التراب ثم أسكنتني الأصلاب آمنا لريب المنون واختلاف الدهور والسنين فلم أزل ضاعنا من صلب إلى رحم في تقادم من الأيام الماضية والقرون الخالية لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك إلي في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك لكنك أخرجتني للذي سبق لي من الهدى الذي له يسرتني وفيه أنشأتني ومن قبل ذلك رأفت بي بجميل صنعك وسوابغ نعمك فابتدأت خلقي من مني يمنى وأسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد ولم تشهدني خلقي ولم تجعل إلي شيئا من أمري ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تاما سبيا وحفظتني في المهل طفلا صبيا ورزقتني من الغذاء لبنا مريا وعطفت علي قلوب الحواضن وكفلتني الأمهات الرواحم وكلأتني من طوارق الجان وسلمتني من الزيادة والنقصان فتعاليت يا رحيم حتى إذا استهللت ناطقا بالكلام أتممت علي سوابغ الإنعام وربيتني زائدا في كل عام حتى إذا اكتملت فطرتي واعتدلت مرتي أوجبت علي حجتك بأن ألهمتني معرفتك وروعتني بعجائب حكمتك وأيقظتني لما ذرأت في سمائك وأرضك من بدائع خلقك ونبهتني لشكرك وذكرك وأوجبت علي طاعتك وعبادتك وفهمتني ما جاءت به رسلك ويسرت لي تقبل مرضاتك ومننت علي في جميع ذلك بعونك ولطفك ثم إذ خلقتني من خير الثرى لم ترض لي يا إلهي نعمة
دون أخرى ورزقتني من أنواع المعاش وصنوف الرياش بمنك العظيم الأعظم علي وإحسانك القديم إلي حتى إذا أتممت علي جميع النعم وصرفت عني كل النقم لم يمنعك جهلي وجرأتي عليك أن دللتني إلى ما يقربني إليك ووفقتني لما يزلفني لديك فإن دعوتك أجبتني وإن سألتك أعطيتني وإن أطعتك شكرتني وإن شكرتك زدتني كل ذلك إكمالا لأنعمك علي وإحسانك إلي فسبحانك سبحانك من مبدئ معيد حميد مجيد وتقدست أسماؤك وعظمت آلاؤك فأي نعمك يا إلهي أحصي عددا وذكرا أم أي عطاياك أقوم بها شكرا وهي يا رب أكثر من أن يحصيها العادون أو يبلغ علما بها الحافظون ثم ما صرفت ودرأت عني اللهم من الضر والضراء أكثر مما ظهر لي من العافية والسراء أشهد يا إلهي بحقيقة إيماني وعقد عزمات يقيني بخالص صريح توحيدي وباطن مكنون ضميري وعلائق مجاري نور بصري وأسارير صفحة جبيني وخرق مسارب نفسي وخضاريف مارن إرنيني ومسارب سماخ سمعي وما ضمت وأطبقت عليه شفتاي وحركات لفظ لساني ومغرز حنك فمي وفكي ومنابت أضراسي ومساغ مطعمي ومشربي وحمالة رأسي وبلوء فارق حبائل عنقي وما اشتمل عليه طامور صدري وحمائل حبل وتيني بنيات حجاب قلبي وأفلاد حواشي كبدي وما حوته شراسي فأضلائي بحقاق مفاصلي وقبض عواملي وأطراف أناملي ولحمي ودمي وشعري وبشري وعصبي وقصبي وعظامي ومخي وعروقي وجميع جوارحي ومن تسج على ذلك أيام رضائي وما أقلت الأرض مني ونومي ويقظتي وسكوني وحركات ركوعي وسجودي أن لو حاولت واجتهدت مدى الآثار والأحقاب لو عمرتها أن أؤدي شكر واحدة من أنعمك
ما استطعت ذلك إلا بمنك الموجب علي به شكرك أبدا جديدا وثناء طارفا عتيدا أجل ولو حرصت أنا والعادون من أنامك أن تحصي مدى إنعامك سالفه وآنفه ما حصرناه عددا ولا أحصيناه أمدا هيهات أنا ذلك وأنت المخبر في كتابك الناطق والنبأ الصادق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق كتابك اللهم وإنباؤك وبلغت أنبياءك ورسلك ما أنزلت عليهم من وحيك وشرعت لهم وبهم من دينك غير أني يا إلهي أشهد بجهدي وجدي ومبلغ طاقتي ووسعي وأقول مؤمنا موقنا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فيكون موروثا ولم يكن له شريك في ملكه فيضاده فيما ابتدى ولا ولي من الذل فيرفده فيما صنع فسبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وتفطرتا سبحان الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله حمدا يعادل حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وصلى الله على خيرته محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المخلصين وسلم اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك وأسعدني بتقواك ولا تشغلني بمعصيتك وخر لي في قضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت اللهم اجعل غناي في نفسي واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والنور في بصري والبصيرة في ديني ومتعني بجوارحي واجعل سمعي وبصري الوارثين مني وانصرني على من ظلمني وأرني فيه ثاري ومآربي وأقر بذلك عيني اللهم اكشف كربتي واستر عورتي واغفرني خطيئتي واخسأ شيطاني
وفك رهاني واجعل لي يا إلهي الدرجة العليا في الآخرة والأولى. اللهم لك الحمد كما خلقتني فجعلتني سميعا بصيرا، ولك الحمد كما خلقتني فجعلتني خلقا سويا رحمة بي وقد كنت عن خلقي غنيا. رب بما برأتني فعدلت فطرتي، رب بما أنشأتني فأحسنت صورتي، رب بما أحسنت إلي وفي نفسي عافيتني، رب بما كلأتني ووفقتني، رب بما أنعمت علي فهديتني، رب بما أوليتني ومن كل خير، رب بما أطعمتني وسقيتني، رب بما أغنيتني وأغنيتني، رب بما أعنتني وأعززتني، رب بما ألبستني من سترك الصافي ويسرت لي من صنعك الكافي. صل على محمد وآل محمد. به حسین فاطمه همه ناله بزنن الهی علی. به 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 تو حیاتی ها هر کجا صدامو میشنوی صل علی محمد و آل محمد و اعنی علی بوائق الدهور و صروف اللیالی والایام و نجنی من احوال الدنیا و کربات الاخره و اکفنی شر ما یعمل الظالمون فی الارض. اللهم ما اخاف فاكفني وما احذر فقني وفي نفسي وديني فاحرسني وفي سفري فاحفظني وفي أهلي ومالي فاخلفني وفيما رزقتني فبارك لي وفي نفسي فدللني وفي أعين الناس فعظمني ومن شر الجن والإنس فسلمني وبذنوبي فلا تفضحني وبسريرتي فلا تخزني وبعملي فلا تبتلني ونعمك فلا تسلبني وإلى غيرك فلا تكلني. الهی الی من تکلنی، به کی میخوای منو بسپاری؟ و به عملی فلا تبتلنی و نعمک فلا تسلبنی و الی غیرک فلا تکلنی. الهی الی من تکلنی الی قریب فیقطعنی ام الی بعید فیتجهمنی ام الی المستضعفین لی و انت ربی و ملیک امری. اشکو الیک غربتی و بعد داری و هوانی علی من ملکته امری
الهی فلا تحلل علی غضبک فإن لم تكن غضبت علی فلا أبالي سواك سبحانك غير أن عافيتك أوسع لي فأسألك يا رب بنور وجهك الذي أشرقت له الأرض والسماوات وكشفت به الظلمات وصلح به أمر الأولين والآخرين أن لا تميتني على غضبك ولا تنزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى قبل ذلك لا اله الا. خیلی این ذکر رو توجه کن، ادامه دعا باید حواست باشه این ذکر عجیبیه ها. لا اله رب البلد الحرام والمشعر الحرام والبيت العتيق الذي أحللته البركة وجعلته للناس أمنا يا من عفا عن عظيم الذنوب بحلمه يا من أسبغ النعماء بفضله يا من أعطى الجزيل بكرمه يا عدتي في شدتي يا صاحبي في وحدتي يا غياثي في كربتي يا ولي في نعمتي إلهي يا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ورب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ورب محمد خاتم النبيين وآله المنتجبين ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ومنزل كافها يا عين صاد وطه وياسين والقرآن الحكيم أنت كهفي حين تعيني المذاهب في سعتها وتضيق بي الأرض برحبها ولولا رحمتك لكنت من الهالكين وأنت مغيل عثرتي ولولا سترك إياي لكنت من المفضوحين وأنت مؤيدي بالنصر على أعدائي ولولا نصرك إياي لكنت من المغلوبين يا من خص نفسه بالسمو والرفعة فأولياؤه بعزه يعتزون يا من جعلت له الملوك نير المذلة على أعناقهم فهم من سطواته خائفون يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وغيب ما تأتي به الأزمنة والدهور يا من لا يعلم كيف هو إلا هو يا من لا يعلم ما هو إلا هو
یا من لا یعلم ما یعلم الا هو، یا من کبس الارض علی الماء و سد الهواء بالسماء، یا من له اکرم الاسماء، یا ذا المعروف الذی لا ينقطع ابدا، یا مقیض الرکب لیوسف فی البلد القفر و مخرجه من الجوب و جائله بعد العبودیت ملکا، یا راده علی یعقوب بعد ان ابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم، یا کاشف الضر والبلوى عن ایوب و ممسک یدی ابراهیم عن ذبح ابنه بعد کبر سنه و فناء عمره، یا من استجاب لزکریا فوهب له یحیی ولم یدعه فردا وحیدا، یا من اخرج یونس من بطن الحوت، یا من فلق البحر لبنی اسرائیل فانجاهم وجعل فرعون وجنوده من المغرقین، یا من ارسل الریاح مبشرات بین یدی رحمته، یا من لم یعجل على من عصاه من خلقه، یا من استنقذ السحرة من بعد طول الجحود وقد غدوا في نعمته يأكلون رزقه ويعبدون غيره، وقد حادوه ونادوه وكذبوا رسله. همه ناله بزنن، بذار در و دیوار این حرم صدا تو ضبط کنه. یا الله یا الله جانم، یا الله یا بدیع لا ند لک، یا دائما لا نفاد لک، یا حیا حین لا حی، یا محیی الموتى، یا من هو قائم على كل نفس بما كسبت، یا من قل له شکری فلم يحرمني وعظمت خطيئتي فلم يفضحني ورآني على المعاصي فلم يشهرني، یا من حفظني في صغري، یا من رزقني في كبري، یا من أياديه عندي لا تحصى ونعمه لا تجازى، یا من عارضني بالخير والإحسان وعارضته بالإساءة والعصيان، یا من هداني للإيمان من قبل أن أعرف شكر الامتنان، یا من دعوته مريضا فشفاني وعريانا فكساني وجائعا فأشبعني وعطشانا فأرواني وذليلا فأعزني وجاهلا فأرفني
ووحيدا فكثرني وغائبا فردني ومغلا فأغناني ومنتصرا فنصرني وغنيا فلم يسلبني وأمسكت عن جميع ذلك فابتداني فلك الحمد والشكر يا من أقال عثرتي ونفس كربتي وأجاب دعوتي وستر عورتي وغفر ذنوبي وبلغني طلبتي ونصرني على عدوي وإن أعد نعمك ومننك وكرائم منحك لا أحصيها يا مولاي أنت الذي مننت أنت الذي أنعمت أنت الذي أحسنت أنت الذي أجملت أنت الذي أفضلت أنت الذي أكملت أنت الذي رزقت أنت الذي وفقت أنت الذي آتيت أنت الذي أغنيت أنت الذي أغنيت أنت الذي آويت أنت الذي كفيت أنت الذي هديت أنت الذي عصمت أنت الذي سترت أنت الذي غفرت أنت الذي أغلت أنت الذي مكنت أنت الذي أعززت أنت الذي أنت أنت الذي عبدت أنت الذي أيدت أنت الذي نصرت أنت الذي شفيت أنت الذي عافيت أنت الذي أكرمت أنت الذي تباركت وتعاليت فلك الحمد دائما ولك الشكر واصبا أبدا ثم أنا يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها إلهي أنا الذي أسأت أنا الذي أخطأت أنا الذي هممت أنا الذي جهلت أنا الذي غفلت أنا الذي سهوت أنا الذي اعتمدت أنا الذي تعمدت أنا الذي بعدت وأنا الذي أخلفت أنا الذي نكثت أنا الذي أغررت أنا الذي اعترفت بنعمتك علي وعندي وأبوء بذنوبي فاغفرها لي يا من لا تضره ذنوب عباده وهو الغني عن طاعتهم والموفق من عمل صالحا منهم بمؤونته ورحمته فلك الحمد إلهي وسيدي
الهی امرتنی فعصیتک و نهیتنی فارتکبت نهیک فاصبحت لا ذا براءة لی فاعتذر ولا ذا قوة فانتصر فبأي شيء استقبلك یا مولاي أبسمعي أم ببصري أم بلساني أم بيدي أم برجلي أم برجلي أليس كلها نعمك عندي وبكلها أسيتك يا مولاي فلك الحجة والسبيل علي يا من سترني من الآباء والأمهات أن يزجروني ومن العشائر والأخوان أن يعيروني ومن السلاطين أن يعاقبوني ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني إذا ما أنظروني ولرفضوني وقطعوني فها أنا ذا يا إلهي بين يديك يا سيدي خاضع ذليل حسير حقير لا ذو براءة فاعتذر ولا ذو قوة فانتصر ولا حجة فاحتج بها ولا قائل لم أجترح ولم أعمل سوءا وما عسى الجهود ولو جحدت يا مولاي ينفعني كيف وأنا ذلك وجوارحي كلها شاهدة علي بما قد عملت وعلمت يقينا غير ذي شك أنك سائلي من عظائم الأمور وإنك الحكم العدل الذي لا تجور وعدلك مهلكي ومن كل عدلك مهربي فإن تعذبني يا إلهي فبذنوبي بعد حجتك علي وإن تعف عني فبحلمك وجودك وكرمك لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله سبحانك إني كنت من همه نمیگن چرا لا اله الا سبحانك إني كنت من الموحدين لا اله الا سبحانك إني كنت من الخائفين لا اله الا سبحانك إني كنت من الوجلين لا إله همه سبحانك إني كنت من الراجين لا إله سبحانك إني كنت من الراغبين سبحانك إني كنت من المهللين سبحانك إني كنت من السائلين لا إله إلا سبحانك إني كنت من المسبحين شلو عرفات بگی سبحانك إني كنت من المكبرين
سبحانك ربي ورب آبائي الأولين اللهم هذا ثنائي عليك ممجدا وإخلاصي لذكرك موحدا وإقراري بآلائك مؤددا وإن كنت مقرا أني لم أحصها لكثرتها وسبوقها وتظاهرها وتقادمها إلى حادث ما لم تزل تتعهدني به معها منذ خلقتني وبرأتني من أول العمر من الإغناء من الفقر وكشف الضر وتسبيب اليسر ودفع العسر وتفريج الكرب والعافية في البدن والسلامة في الدين ولو رفدني على قدر ذكر نعمتك جميع العالمين من الأولين والآخرين ما قدرت ولا هم على ذلك تقدست وتعاليت من رب كريم عظيم رحيم لا تحصى آلاؤك ولا يبلغ ثناؤك ولا تكافى نعماؤك صل على محمد وأتمم علينا نعمك وأسعدنا بطاعتك سبحانك لا إله إلا أنت اللهم إنك تجيب المضطر وتكشف السوء وتغيث المكروب وتشفي السقيم وتغني الفقير وتجبر الكبير وترحم الصغير وتعين الكبير وليس دونك ظهير ولا فوقك قدير وأنت العلي الكبير يا مطلق المكبل الأسير يا رازق الطفل الصغير يا اسمة خائف المستجير يا من لا شريك له ولا وزير صل على محمد وآتني في هذه العشية أفضل ما أعطيت وأنلت أحدا من عبادك من نعمة توليها وآلاء تجددها وبلية تصرفها وكربة تكشفها ودعوة تسمعها وحسنة تتقبلها وسيئة تتغمدها إنك لطيف بما تشاء خبير وعلى كل شيء اللهم إنك أقرب من دعي وأسرع من أجاب وأكرم من عصى وأوسع من أعطى وأسمع من سئل يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ليس كمثلك مسؤول ولا سواك مأمول دعوتك فأجبتني
وسألتك فأعطيتني ورغبت إليك فرحمتني ووثقت بك فنجيتني وفزعت إليك فكفيتني اللهم فصل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين وتمم لنا نعماءك وهنئنا عطاءك واكتبنا لك شاكرين ولآلائك ذاكرين آمين آمين. دستو بلند کن اللهم یا من ملک فقدر وقدر فقهر وعصی فستر واستغفر فغفر یا غایة الطالبین الراغبین ومنتهى امل الراجین یا من احاط بكل شيء علما ووسع المستقيمين رأفة ورحمة وحلما اللهم إنا نتوجه إليك في هذه العشية التي شرفتها وعظمتها بمحمد نبيك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك البشير النذير السراج المنير الذي أنعمت به على المسلمين وجعلته رحمة للعالمين اللهم فصل على محمد وآل محمد كما محمد أهل لذلك منك يا عظيم فصل عليه وعلى آله المنتجبين الطيبين الطاهرين أجمعين وتغمدنا بعفوك عنا فإليك عجت الأصوات بصنوف اللغات فاجعل لنا اللهم في هذه العشية نصيبا من كل خير تقسمه بين عبادك ونورا تهدي به ورحمة تنشرها وبركة تنزلها وعافية تجللها ورزقا تبسطه يا أرحمن. نه این صدای تو نیست همه یا اللهم اغلبنا في هذا الوقت منجحين مفلحين مبرورين غانمين ولا تجعلنا من القانتين ولا تخلنا من رحمتك ولا تحرمنا ما نؤمله من فضلك ولا تجعلنا من رحمتك محرومين ولا لفضل ما نؤمله من عطائك قانتين ولا تردنا خائبين
ولا من بابك مطرودين يا أجود الأجودين وأكرم الأكرمين إليك أقبلنا موقنين بل بيتك الحرام آمين قاصدين فأعنا على مناسكنا وأكمل لنا حجنا وعف عنا وعافنا فقد مددنا إليك أيدينا دست پایین نمونه ای دست خالی تو روز عرفه نشون بده معلوم نیست سال دیگه عرفه باشیم یا نه یه جوری ناله بزن انگار آخرین عرفه عمرته فقد مددنا الیک ایدینا فهی بقلة الاعتراف موسومه اللهم فأعتنا في هذه العشية ما سألناك وكفنا ما استكفيناك فلا كافي لنا سواك ولا رب لنا غيرك ولا رب لنا غيرك نافذ فينا حكمك محيط بنا علمك عدل فينا قضاؤك اقض لنا الخير واجعلنا من أهل الخير اللهم أوجب لنا بجودك عظيم الأجر وكريم الذخر ودوام واغفر لنا ذنوبنا أجمعين ولا تهلكنا مع الهالكين ولا تصرف عنا رأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين دست خالی رو نشون بده همه یا اللهم اجعلنا في هذا الوقت ممن سألك فأعطيته وشكرك فزدته وتاب إليك فقبلته وتنصل إليك من ذنوبه كلها فغفرتها له يا ذا الجلال والإكرام اللهم ونقنا وسددنا واقبل تضرعنا يا خير من سئل ويا أرحم من استرحم يا من لا يخفى عليهم إغماض الجفون ولا لحظ العيون ولا ما استقر في المكنون ولا من طوت عليهم مضمرات القلوب ألا كل ذلك قد أحصاه علمك ووسعه حلمك سبحانك وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا تسبح لك السماوات السبع والأرضون ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمدك فلك الحمد والمجد وعلو الجد يا وعلو الجد يا ذا الجلال والإكرام والفضل والإنعام والأياد الجسام وأنت الجواد الكريم
الرؤوف الرحیم. اللهم اوسع علی من رزقك الحلال و عافنی فی بدنی و دینی و آمن خوفی. میترسم از شیطان، بعد از عرفه تو منو پناه بده خدا و اعتق رقبتی من النار. اللهم لا تمکر بی ولا تستدرجنی ولا تخدعنی وادرع عنی شر فسقة الجن والانس. اینجا به بعد دعا، این آخرین فرازهای دعای عرفه، میگن آقای من و شما ارباب بی کفنمون اشک میریخته و این فرازو میخونده، به پهنای صورت اشک میریزه. میگن مثل این که 2 تا مشک سوراخ بشه از چشمان مبارک حضرت اشک میریخته. قربون گریه کردنت آقا جانم، این گریه کردن دل از عالم و آدم میبره. یه سوال بپرسم، آخر عرفه است، کیا دور حضرت گریه میکردن؟ یه طرف عباس هم، یه طرف علی اکبر گریه میکنه، یه طرف زین العابدین، یه طرف خانم زینب. امان امان امان. حالا ببینم نالت چه میکنه. یا اسمع السامعین یا ابصر، نه همه یا اسمع السامعین یا اسرع الحاسبین یا صل علی محمد و آل محمد السادة المیامین و اسألک اللهم حاجتی. خیلی توجه، خیلی توجه. فرازهای آخر دعاست. خدایا من یه حاجتی دارم، اگه این یه حاجت رو به هم بدی و دیگه هیچ حاجتی رو به هم ندی من ضرر نکردم، اما اگه این یه حاجت رو به هم ندی در عوض هزاران حاجت رو به هم بدی انگار هیچی به هم ندادی. حالا حاجتت چیه؟ ان اعطیتنی هم لم یضرنی ما منعتنی و ان منعتنی هم لم ینفعنی ما اعطیتنی. همه با من این یه جمله رو، این یه حاجت رو بگن، همه عرفت این یکی قبول بشه بسه. اسألک فکاک رقبتی من النار، اسألک فکاک. من طاقت آتش رو ندارم. اسألک فکاک. لا اله الا انت وحده لا شریک لک، لک الملک و لک الحمد و انت علی کل شیء قدیر. یا رب به همه یا رب به علی ابن موسی رضا 10 مرتبه ناله بزن یا الله. همه حاجات
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب، خیلی لحظات خوبی ها. اما یجیب اللهم عجل وليك الفرج. اللهم عجل وليك الفرج. اللهم عجل وليك الفرج.